المغرب، الأصالة، التاريخ، الثقافة، الكرم، التنوع، الكرة. كباقي العالم، الكرة في المغرب عندها تأثير كبير وعميق في حياة الأفراد. في المستحيل تلقى شي مجمع ما كيهضروش عليها. الكرة اللي دوزات أجيال من اللاعبين المميزين والفرق الكبار، والحمد لله بعد سنين من نكسات وخيبات الأمل المشجع المغربي ولا كيرجع كاعي للدار ومعصب، حيث المنتخب خرج من نصف نهائي كأس العالم، إنجاز غير مسبوق من نوعه بعد مسار مليء بالأفراح والمفاجآت، وتا واحد ما بغاه يسالي. ودابا اللبؤات أعادوا إحياء ما قام به الأسود وشرفونا بعبور تاريخي من دور المجموعات. ففي هذه الحلقة غنقربوكم أكثر من بطلات هذا الإنجاز ونعرفوا كيفاش كان المسار ديالهم حتى وصلوا لهذا المكان. فمرحبا بكم في حلقة لبؤات الأطلس. القصة غتبدا في 13 يناير 2022 فين السيدات ضمنوا التأهل لكأس العالم 2023 بعد تحقيقهم الفوز على منتخب بوتسوانا بنتيجة 2-1. لكن الفرحة ما كانتش كاملة بحيث أنهم فقدوا أغلى لقب إفريقي بعد 11 يوم فقط، بعد الخسارة في نهائي كأس إفريقيا للسيدات أمام منتخب جنوب إفريقيا. لكن هذا الشيء ما غطاش على الانجاز التاريخي بالتاهل لاول مره لكاس العالم كاول منتخب عربي في التاريخ. فبدا النفاق ديال الصحف العربيه اللي كيكونوا في صفك غير في الرباح. يشارك في بطوله كاس العالم لكره القدم لفت الانظار منذ تاهله، واعتبره كثيرون علامه فارقه في تاريخ كره القدم النسائيه في العالم العربي. 22 أكتوبر 2022 دارت القرعة اللي حطتنا في مجموعة قاصحة اللي كتضم كل من كولومبيا، كوريا الجنوبية ثم ألمانيا. هذا الأخير كيتعتبر واحد من أنجح المنتخبات النسوية بحيث فات ليه دا المونديال 2 مرات متابعين، مرة في 2003 ومرة في 2007. بداو اللبؤات المسابقة بخسارة ثقيلة ضد المنتخب الألماني بنتيجة 6-0. ممكن يكلف المنتخب المغربي هدف ثاني. جول! العارضة تنقذ المنتخب والهدف الثالث. عندنا مشكل في التعامل مع العرضيات والهدف الرابع. هذه الركنية والرميسي هدف خامس، والتمرير والتسديد والمتابعة. السادس للمنتخب الألماني. مشاهدينا الكرام، كيفاش لا وهو المرشح الأول للظفر باللقب. وهنا بان الوجه الحقيقي للصفحات العربية اللي فاش تأهلنا نسبوا هذا الإنجاز على أنه إنجاز عربي. المنتخب المغربي للسيدات هو أول فريق عربي يشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، وبعد الخسارة أمام المنتخب الألماني نسبوها على أنها خسارة مغربية. منتخب السيدات استهل المشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات بهزيمة ثقيلة أمام منتخب ألمانيا بسداسية نظيفة. إضافة لذلك السخرية الكبيرة اللي تعرضوا لها اللبؤات من طرف الصفحات المغربية اللي كان خصها تكون هي المساند الأول لهم في هذه الفترة الصعيبة اللي كيدوزوا منها. فبعد الخسارة كل شيء فقد الأمل في التأهل إلا المعنيين بالأمر، أي اللاعبات والطاقم التقني اللي بالرغم من الانتقادات بينوا على روح قتالية كبيرة وعاودوا حياو أمل المغاربة كاملين بعد الفوز على سيدات كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0. الكرة وصلت لسلمى أماني لاعبة نادي مانس. هنا حنانية الحاج والهدف الأول. حنانية الحاج العرضية ممتازة. انتصار كان عنده اثر كبير من ناحيه مهمه كانت صعيبه، لكن اللبؤات كانوا مراونص وقدروا يحققوا المطلوب بالفوز على منتخب كولومبيا بنتيجه 1-0. ودابا كل شيء في يد كوريا، يا تتعادل مع المانيا وندوزو حنا، يا تخسر وتكون نهايه الحلم.
ينتظر. القلوب تخفق في هذه اللحظات. لستم وحدكم، بل المغاربة والعرب كلهم والأمازيغ ينتظرون بالدعوات، ينتظرون بالدعوات نهاية مباراة كوريا وألمانيا بالتعادل 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 بالتعادل. انتهت الأمور، انتهت الأمور في لقاء ألمانيا وكوريا. مليون مبروك للمغربيات، مليون مبروك للمغربيات من طنجة العالية للقوير العزيزة. هكذا المشهد، هكذا الفرحة، هكذا الهستيريا. هكا بينا ان المستحيل ماشي مغربي. فات 8 شهور قبل تأهل المنتخب الرجالي لدور النصف، ودابا كنشوفوا المنتخب النسائي في اول مشاركه ليه كينجح في العبور من دور المجموعات. فبالرغم من الاقصاء على يد المنتخب الفرنسي الا انهم بينوا على روح قتاليه عاليه، وخا تعرضوا للتنمر والسخريه في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ما استسلموش وتقاتلوا باش يبينوا للعالم ان المستحيل ليس مغربيا. كان معاك خوك سعيد، ما تنساش لايك وسبسكرايب وتاكتيفي الجرس وضرب شي دويره في القناه. شوف الفيديوهات القدام. مع السلامه.